عشان الاتزان الكيميائي. شوفوا، لازم قطعا يقينا دائما وابدا عندنا واحد من مسائل الكيسي والكيبي. واني بصراحه يعني هذا مو مرشحات، بس شاك باربع اسئله من مسائل الكيسي والكيبي. ابو النصف هذا مال وضع 0.8 مول من غاز CO2 في وعاء حجمه 1 لتر، وجد ان نصف كميه الغاز قد استهلكت. احسب الكيسي، قبل سنتين جابوه ربع كميه الغاز. هذا واحد. ومال وضع مولات مختلفه من الH2 والN2. يمكن ثالث سؤال هذا، في اناء مغلق حجمه لتر واحد، وهذا السؤال ابو المولات المختلفه. هذا هماتين، هاي اثنين. وعندك سؤالين بالاخير شويه صعبات ضافوهن العام، ياهن هذا مال في التفاعل الآتي C2H4 زائد H2 يعطينا C2H6. وضعت كمية من غاز C2H6 في وعاء مغلق وبدرجة حرارة معينة وصل تفاعل حاد، ووجد أن نصف كمية الغاز قد استهلكت، والكيسي معطينا إياه ورايد التراكيز النهائية. هذا انتبه لي عليه. أخير واحد هذا هم ضافوه جديد، هذا ما وضع كميات مختلفة من الNO والO2. وكذا بالاخير قايل وعند الوصول الى حاله الاتزان وجد ان تراكيزهن متساويه، يعني الابتدائيات مالتهن شبيهه مختلفه والنهائيات. هذا ايضا سؤال ممكن تدير بالك عليه. هاي 4 اسئله من مسائل الكيسي والكيبي. نجي الى العلاقه بين كيسي وكيبي، ممكن راح يجيب عليها سؤال شرحي. ممكن ما العلاقه بين كيسي وكيبي؟ على ماذا تعتمد العلاقه بين كيسي وكيبي؟ وهاي التفاصيل. حاصل اهميه ثابت الاتزان. الأهمية عندنا أهميتين، الأولى والثانية. الأولى تحديد اتجاه التفاعل، الثانية بيان العلاقة بين ثابت الاتزان وطريقة كتابة المعادلة. هذه فيها 4 ملاحظات. الأهمية الثانية عليها مسائل. ممكن يجيب لك وحدة من مسائل الملاحظة الرابعة اللي هي هاي تشبه هيس. شايفين عندنا بالفصل الثاني شيء يشبه هيس؟ هذا ممكن يجيب لك سؤال عليه أيضا، هذا ممكن. بعد عندنا حاصل التفاعل. حاصل التفاعل للأمانة كان من المواضيع المعقدة بالكيمياء، لكن بعد ما نزلوا المنهج الجديد شالوا من عنده 3 اسئله. هاي 3 اسئله شالوها، بسطتها بقى بس سؤال واحد به، هذا اللي هو وضع مول واحد من كل من المتفاعلات والنواتج. قاعده لي شاتليه، ترضى ما ترضى 8 درجات بالوزاري. قاعده لي شاتليه. يجيب لك سؤال يجوز صف العوامل التي تؤدي الى، او يجيك سؤال مثلا يقول لك ما هي، يعطيك عوامل، يقول لك تفاعل آتي كذا دلتا اتش مالته، ما تأثير كل من العوامل الآتية على حالة الاتزان وثابت الاتزان. انت تعطيه يعني يعطيك عوامل ويريد تأثير هنا على حالة الاتزان، او يقول لك صف اجراءات تؤدي الى زيادة المنتوج. هنا سؤالين. هاي مال النمط الثالث والرابع بقاعدة ليشاتليه. للأمانة النمط الثالث ما اعتقد يجيب من عنده. النمط الرابع كان بيه سؤالين يجننا وهواي متكررات بالوزاري، بس للأسف شالوها. النمط الخامس اللي هو التعاليل، لازم السنة يجيك تعليل من تعاليل قاعدة ليشاتليه، سواء فراغ يجيك على شكل فراغ التعليل او يجيك انه علم. زين.